جربتي تضيفي الرز على اللحمة وشفتي النتيجة ايه؟ ونسلقهم كمان مع بعض يطلعوا لك الطبق اللي بالجمال ده. بجد، من ربع كيلو لحمة مفرومة عايزة اقولك ممكن تعملي كوباية رز واحدة، تعملي وجبة مشبعة وغدوة حلوة جدا ولذيذة، وكمان طبق تعتمديه في اي عزومة ليكي. حطي لايك للفيديو لو اول مرة تشوفيني، ولو عجبك الفيديو وياريت تنوريني باشتراكك معايا مع ابتسام الجبالي في قناتي، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلي كل جديد بوصفاتي. اول حاجه هيكون معايا لحمه مفرومه نص كيلو ربع كيلو براحتك خالص. انا المهم ان الرز قد اللحمه، يعني نص كيلو لحمه مفرومه هيكون معانا نص كيلو رز نص كيلو رز انا نقعاه لمده ساعه، يعني الرز مغسول ومنقوع لمده ساعه. وكمان هيكون معايا بصلايه مبشوره في الكبه، وكمان خضره عباره عن شبت وبقدونس وكزبره برضو ضربهم نص ضربه بسيطه كده في الكبه، ومعايا معلقه كبيره من البيكنج باودر، وبعدين معايا 4 فصوص من الثوم المفروم. وهنشوف التوابل بتاعتنا. طب هنعمل ايه؟ ضفنا كل مكوناتنا اللي انا قلتها معاكم دي، وكمان مقاديرها هتبقى في صندوق الوصف. وهنحط بهاراتنا عباره عن ايه؟ فلفل اسود نص معلقه صغيره، كمون، كزبره. انا بوريك ان المعلقه دي بتاعتي صغيره جدا، فانا بحط معلقه منها، يعني بمقام نص معلقه صغيره من بتاعه الشاي. وكمان ضفت مكعب من المرقه، وده اختياري، عايزه تضيفيه ضيفيه، بس بيدي طعم حلو جدا. وكمان ربع معلقه صغيره من الشطه، وكمان هحط ربع معلقه صغيره من الحبهان البودره، وورق على ورق اللورا المطحون البودره او ورق الغار يا بنات. وكمان ضفت معايا معلقه صغيره من السكر، بتديني تعادل حلو جدا، وكمان بتساعدني على سوى اللحمه وبتخلي انسجتها جميله جدا ومتفتته معايا. وكمان ضفت الملح بتاعي. الملح بتاعك هتضيفيه حسب الرغبه بعد ما بنعجن الكفته بتاعتنا بالمنظر ده. عايزه اقولك ان انت بعد كده بتدوقي الحدق على لسانك. انا قعدت نعجن فيها، المطلوب ان احنا نعجن فيها لغايه اما كل المكونات تندمج مع بعض بالمنظر اللي احنا شايفينه. دي اخر مرحله معايا لحد ما تلاقي اللحمه والرز اطلعوا خيوط كده، تعرفي كده ان الانسجه بتاعتها كلها تجانست تماما. شايفين؟ ودي اللي اسمها بيقولوا عليها الكفته الكبيبه الغمراوي. بجد طريقتها روعه جدا، جربوها يا بنات، مش هتعتمدوها في العزومات وفي الاكل الخصوصي. يعني في الاكل عادي بالنسبه لنا، انا بعملها جنب بطاطس محمره وسلطه وبتبقى وجبه مشبعه جدا. جبت معايا بعد كده حله، وكمان معايا بوله فيها حبه زيت صغيرين. هنبدا بقى نصبعها ونكورها. نشوف الطريقه. عايزه اقول لك ان انت هتلاقي طرق كتير جدا ممكن تعمليها صوابع، مفيش مشكله، بس انا بعملها بطريقه مميزه بتديني عشان هشاشه ما تبقاش مكتومه. اولا شايفين كفه ايدينا عامله ازاي؟ كفه ايدي مش مفروده، لا. بصوا انا ضمه كفه ايدي صوابعي على الكفه بالظبط كده، وما بحاولش اضغط عليها كلها، انا بسويها بس من الطروف من الحروف، وما بضغطش عليها من النص. ليه؟ علشان تطلع هشه معايا ومش مكبوسه ومش مكتومه. كمان اما حطينا معلقه كبيره من البيكنج باودر، دي هتساعد معايا على هشاشان الكفته، بتخليها هشه جدا من جوه. شايفين كل مكوناتنا بسيطه وبجد سهل، اكله سهله وسريعه. عايزه اقول لك من ربع كيلو لحمه مفرومه وكوبايه رز، يعني احنا ضفنا قد مقدار الرز هو مقدار اللحمه بالمنظر ده، وبكورها بالمنظر ده. هعمل معاكم واحده تانية عشان تشوفوا. انا بحب بصراحه اصبعها بالمنظر ده، وبنسويها بقى في الحله، بنعملها داير ما يدور اكننا بنرص محشي بالظبط، مفيش اي مشكله خالص. شايفين؟ انا بضم ايدي كده شويه صوابع على الكفه، وبعد كده بسويها من الطروف، وما بضغطش من النص، بخلي النص كده منفوخ. يعني بحبها تبقى هشه معايا، ما بتحاوليش تضغطي عليها قوي عشان ما تطلعش معاكي معجنه ومكبوسه، لا انا عايزه اكل حاجه هشه معايا كده، وكفته تبقى توابلها لذيذه وحلوه جدا. شايفين؟ هنا بقى بعد ما كملت بقيه الكميه بتاعتنا خلاص كده، شايفين الرصه عامله ازاي؟ اكنك بترصي محشي، مفيش مشكله خالص. في الخطوه دي هنرفعها دلوقتي على النار وهنشوف هنعمل ايه. هنا لسه انا ما ولعتش النار عليها، هنبدا نسقيها بمرقه. لو عندك شوربه او مرقه اسقيها، هتبقى تحفه تحفه جدا. طب لو ما عندكيش يبقى ميه مغليه مع مكعب من المرقه، وتسقيها بيها، مفيش اي مشكله خالص. ميه مغليه اهم حاجه، لازم اتعاملي معاها معامله الرز يا بنات او معامله المحشي. انا بسقيها هنا لحد ما اديها المقدار رز، يعني ما غطاهاش خالص. شايفين انا بهز الحله ازاي عشان تنزل الميه لتحت اكنك بتعملي محشي؟ اهو شايفين؟ انا ما بغطيش الكفته بتاعتي من فوق اهي، ما عليهاش شوربه. شوفوا بالجناب خلاص كده المقدار معايا، وكده الشوربه نزلت لحد تحت على نار عاليه بقى وعلى العين الصغيره. انا ضفت هنا معايا معلقتين كبار من الزيت، معلقتين كبار تديها كده عشان ما تلزقش في بعضها وتفرفط من بعضها. شايفين هنا وهي ابتدت تغلي وابتدت تتشرب.
هنشوف كمان دلوقتي بعد ما هو شايفين انا بقول لكم هنا ان انا وطيت عليها النار وحطيت لها الشياطه، بعملها معامله المحشي او معامله سوى الرز عادي جدا، وهي بتاخد مقدار سوى الرز العادي، ما بتاخدش اي وقت خالص. هنا بعد بقت زي الفل معايا، استوت واتشربت الميه بتاعتها وبقت تحفه جدا، ريحتها قلب الدنيا يا بنات، بجد ريحتها تحفه. نخليها بقى تبرد خالص ونخرجها على طبق، وبعد كده هنيجي لمرحله القلي. هنا في مرحله القلي بعد ما بردتها تماما وخرجتها كده على طبق اتهوت، جبت معايا يا دوبك بيضتين عليهم رشه فلفل اسود ورشه ملح، ومعاكي زيت هتحطي في البيض وبعد كده تقلي في الزيت. حتى القلي بتاعها سهل جدا يا بنات. شايفين الزيت معايا ما يكونش غزير قوي، اهو زي ما احنا شايفين كده بالظبط، على نار عادي متوسطه مفيش مشكله لحد ما تطلع معاكي باللون الجميل ده. بجد وجبه تحفه جدا، الطبق ده هتعمليه في اي عزومه عندك، وزي ما انتم شايفين كده اللون الروعه، حتى في قليها سهله جدا يا بنات. بجد لو ما عندكيش حاجه وعايزه تعملي غدا سريع، بجد مش هتلاقي احسن من الطبق المميز ده. شايفين انا عايزه اقول لك ان انا من نص كيلو لحمه مفرومه انا طلعت كميه اكتر من كده بكتير، ولكن انا بس حطيت لكم طبق التقديم، ما شاء الله بترمي كتير جدا. اتمنى يكون الوصفه عجبتكم، ويا ريت تدعموني بالشير وباللايك، وكمان تشتركي معايا في القناه لو انت لسه مشتركتيش. كنت مع ابتسام الجبالي، السلام عليكم ورحمه الله.